السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في قناتي مطبخ جيداء. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لانيفيرسير ديال بنت اختي والتحضيرات اللي وجدت، بعض الافكار اللي تستافدوا منهم نتوما ان شاء الله. هنا كتشوفوا اول حاجه، هنا عندي هاد لاباط ديال لي طارطوليس. هما اول حاجه حضرتها وحتفظت بها حتى لاخر لحظه عاد فاش غادي نجبدهم ونعمرهم. وهنا كي كتشوفوا هذه لا جينواز حضرتها حتى هي ليله قبل ودرتها في الثلاجه، درت لها السلوفان بابي سلوفان درتها في الثلاجه. المهم هادشي اللي كتشوفوا كله كنحضروا ليله قبل من مونطي الحلوه. هنا عندي الكروستيو، عندي الغاناج بشوكولا غيش وغاناج بشوكولا غيش نوار وبشوكولا اولي وشوكولا بلون. المهم هادشي كامل تنحضروا انا الليله قبل هما ولا جينواز. حتى النهار الاخر ضروري كي كتعرفوا غاناج مونطي خصو يبات ليله قبل. لا جينواز حتى هي كذلك، كلشي كنحضروا ليله قبل حتى النهار الاخر عاد فاش كنبدا المونطي الكاطو. الكروستيو كيف كتشوفوا حتى هو كنحضروا ليله قبل. بالنسبه لهاد الكروستيو الطبقه المقرمشه اللي تندير في الكاطو الداخل هي اللي كنعتمدها في الطبقات كاملين ديال الكاطو. راه غادي ننزل لكم فيديو خاص المقادير بالضبط في القناه ديالي، اللي بغى يستافد منه اللي بغى ياخذ فكره راه غادي نخليه لكم فيديو بوحديتو. هنا اليوم الثاني بديت غادي نبدا بالكاطو ديالي، غادي نمونطيه. هنا بديت نطرف لي غاناج اللي عندي، هذا غاناج ديال الشوكولا غيش. غادي نطرب لي غاناج بثلاثه اللي عندي، قلت لكم انا استعملت في هذا الكاطو ثلاثه ديال الانواع ديال الغاناج. هنايا صافي بعد ما طربتهم كاملين درت كلشي في البوش. بالنسبه للغاناج ديال الشوكولا بلو كنضيفو انايا معلقه كبيره ديال البخاليني ديال اللوز، كيعطي واحد الاضافه زوينه وكيجي بنين. كي كتشوفوا انا هنا كلشي كنحطو كنلطشو قدامي باش يجيني الكاطو داكشي مقاد وداكشي مفيني. هذه هي الكروتيو اللي حضرت معاكم، راه غادي نخلي لكم فيديو ديالها في القناه. المهم انا خدمت الكاطو كامل عادي، ما غاديش نوريكم مراحل كامله باش ما يجيش الفيديو طويل. انا تنوريكم غير افكار وتنوريكم شنو وجدت والطريقه كيفاش كنحضر وكيفاش كنخدم. كلشي كيكون ليله قبل. بالنسبه لهاد لي طارطوليت كي كتشوفوا حتى هما حضرتهم بهذه الطريقه. ها هو يا الكاطو ديالي بعد ما موليتو كي كتشوفوا جا على هذا الشكل. انا عندي جوج طبقات، طبقه فيها 20 سنتيم وهاد الطبقه فيها 15 سنتيم. صافي هنايا ملي تنغلفها. بالنسبه لهاد المرحله راه هنا بقى غير نهار العيد ميلاد، هذا اليوم الثاني واليوم الثالث هو اللي غادي صافي ندير فيه غير ديكوراسيون. المهم هنا ندوزو لي صالي كي كتشوفوا حتى هما حضرتهم ليله قبل، يعني اليوم الثاني حيت بحال انا خدمت 3 جوغ. النهار الاول درت فيه داكشي الحلو ودرت فيه الكاطو، النهار الثاني مونطيت فيه الكاطو ووجدت فيه لي صالي كي كتشوفوا. انا وجدت البريوات ودرتهم في لاشابليغ وبيت هادشي في الفريغو. مع الصباح اليوم الثاني مع الصباح بديت بهم هما الاولين من الفريغو ديريكت باش نقلي فيهم في المقله. هنا لابا ديال الكيش شريتها واجده من بيم. غادي نعمرهم بالطريقه العاديه ديال الكيش الكفته والصوص ديال الكريمه والبيض. المهم راك كتعرفوا كلشي تيعرف لي كيش الطريقه العاديه عمرتهم. صراحه كلشي جا بنين كلشي جا غزال. بالنسبه هذوك البريوات جاو فنين. انا ديجا مخليه لكم الطريقه اللي كنخدم بها البريوات ديالي في القناه، الا بغيتو نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. كي كتشوفوا هنا هذا الشكل التالف اللي صالي عندي. هذه لاباط ديال الطاكوس هي شريتها جاهزه، غادي نحضر بها واحد ميني طاكوس كيجيو تا هما فنين كيجيو واعرين غزالين. المهم غادي نخدم بجوج انواع، فيها بجوج انواع ديال الحشوه ديال الدجاج. هنا عندي كيلو ديال الدجاج قسمته النص درتو بهاد الطريقه كي كتشوفوا كنشرملو. المهم هاد التتبيله خاصه راه فيها غير شويه الملحه البصل القزبر يابس والتوابل ديال الشاورما. صافي فقط كنسوطيهم هكا مع الزيت حتى كيطيبوا اخر لحظه. كنضيف ليهم دانون السوس وصوص صوص صوجا والفرماج. كتجي فيهم واحد التعليكه زوينه. نتوما بغيتو ديروا لا صلصه حتى شي حاجه في الطاكوس اكتفيو بها غير هي. بالنسبه للنص الثاني حتى هو فيه نفس المقادير. كنرقدهم واحد شويه مع دانون السوس. كنضيف شابليغ وتنبدا نقليهم على هاد الشكل. المهم هاد الحشوات بجوج تيجيو في نفس الطاكوس كيجي غزال كيجي رائع كي كتشوفوا.
هنايا حطيت الحشوات بجوج، حطيت شويه ديال المايو وتنضيف القليل من البصل المحمص كيتباع هكا جاهز. كي كتشوفوا انا راه دوك الدوائر ديال الورق طاكوس نفرجهم في البانيني، كتكون سخونه. ما كنبغيش نديري هكا الطاكوس يجي هكا خضر، كاين اللي كيديروا هكاك ما كيعجبنيش، كنسخنو واحد شويه كيجي زوين. المهم صافي دابا درنا نوريكم شنو غادي شنو تنحضر في داكشي ديال التزيين. بنيت البال هاد الشيء خديناه هكا كضوات للدراري الصغار، خدينا لهم هاد البيضه اللي كتعجب الدراري الصغار، لي بونبو، هاد علبه المفاجآت. المهم هاد الشيء كامل خديناه للدراري الصغار بحال هكا كبتي كادو بتيت كادو هكا تعطيه ليهم تفرحيهم كي كتشوفوا هاد الكورنيات. المهم فكره فكره زوينه هكا تكون في العيد ميلاد كي كتشوفوا عارفين الدراري الصغار تيشوفوا الكادوات وداكشي زوينه كفكره تعطيهم هما جايين لعيد ميلاد واخا العيد ميلاد ماشي ديالهم تعطيهم هكا كادو كي كتشوفوا فكره زوينه وكتجي حتى في المنظر ديالها كتجي زوين. وهنا واحد الفكره اخرى ديال المارشميلو. المهم قلت لكم انايا راه تنشارك معكم داكشي درت تلتافدوا من الافكار. هنايا عندي مارشميلو عادي ديال بيم، وهذوك لي بونبون. المهم هادشي كامل انا خديته من بيم هكا درت لهم هكا في هاد العويدات بهاد الطريقه، جا المنظر ديالهم زوين. ها هو البلاطو ديالي اللي شاركت معكم كتشوفوا كي جا رائع، جا كلشي بنين وغلال. ميني تاكوس اللي وجدت معكم البريوات، ميني بيتزا عمرتها عاديه بالطون. هنا كي كتشوفوا هاد الحليوات اللي شفتوا، هاد الحليوات باكيستانيين هادو اللي في الطباطه الصغار، حقاش حفيده ديالنا باكيستانيه حضرات جدها لانيفيرسير وجابت معاها هاد الحلوه الباكيستانيه. البلاطو ديالي تارطوليط راه ديجا وريتو ليكم كيفاش حضرته. بالنسبه للمارشميلو كي كتشوفوا هاد البتي كادو اللي وجدنا لوليدات الصغار وصافي. هادو لي كاب كيك انا ما شاركتهمش معاكم، ما صورتهمش. كاب كيك عاديين ذوقتهم بالكريمه ودرت فيهم فرجات في الدلين. هما البوب كيك حتى هما حضرتهم بطريقه عاديه. انا ما طولش نطول الفيديو، شاركت معكم غير هكا غير بعض اللقطات. ها نتوما كي كتشوفوا كيفاش جا العيد ميلاد ديال بنت اختي. المهم جا داكشي زوين، جا رائع. وها هو الكاطو اللي حضرت ليها حتى هو ما وريتكمش كلشي، وريتكم غير بعض اللقطات وانا كنحضر فيه. هنايا راه الصوره هي اللي عطات عليا، قلت لي ديري لي هاد الصوره اللي بغيت، ولكن جا حسن من الصوره اللي عطاتني ضروري من بعد اللمسات. وعلى فكره انا اول مره غادي نخدم هكا بياس مونطاي جوج طبقات و جد زوينه الصراحه. حالفني الحظ انا كي كنقول الا كان انسان ميسر حاجته كتيسر. هاد الكاطو ملي كنت كنخدمو هو كان كيخدم راسو سبحان الله. مني بديتو هو ميسر حتى قاديتو، وتنقولها اللي قلبو زوين حاجته تجي زوينه وتتيسر ليه. المهم انا تنشارك معكم كيفاش قطعته كيفاش داير من الداخل. كي كتشوفوا عرفتي جا واعر هذا الكاطو، جا بنين. هذوك الكريمات ديال الكاناج جلداد وداك الكروستيو الكراميل، ممكن يجي غني وفي شوكولا سبيسيال نوعيه جيده، كيجي المذاق ديالو رائع. المهم كاطو مخدوم على حقه طريقه. نعاوش لكم كي جا هذه الطبقه الثانيه كانت تقريبا هما فيها نفس المقادير زايده غير طبقه ديال الكولي والكريمه ديال الفرامبواز. كتجي حتى هي فيها واحد البنه خطيره رائعه. ما نعاودش لكم. المهم راه الناس اللي دخلوا الناس اللي دقوا الكاطو راه نتمنى يدخلوا يخلوا كومونتيرات يقول لكم كي جاهم الكاطو. ايوا هنا راه تنقطع واحد هذا الموقف ديالي انا راه ما غادي ناكل حتى النهار الثاني ديال لانيفرسير عاد فاش غادي ناكل، حقاش كنا دايرين رفيسه وانا عزيز عليا ما قدرت ناكل حتى شي حاجه. الحق ديالي خبيته، قلت له تنشبع في الرفيسه حتى النهار الاخر ونتكانى ليه وناكلو على خاطر عشان تلدد. ورانتم عارفين الحلوه مني كتبات راه كتجي تعلق كتجي دليان. المهم لا ما نشكر راسي. وهذه هي الرفيسه ديال الام ديالي الله يعطيها الصحه، جات خطيره جات لذيذه. المهم انا صايبت داكشي ديال لي صواغي ولي صالي ولي كاطو. ايوا الرفيسه خليتها لماما راه صرعاتها وجات واعره.